كابتن محمد الجواد لما نتكلم عن واحد من عناصر مهمة بالنسبة للهلال ديقاو، أنت تفضله على كواك، ليش؟ واحد على واحد ما يمكن، صعوبة بالغة جدا، وفي أرقام صراحة غير طبيعية في مباراته مع الشباب. تعرف اللي حرم حزازي إنه هو يلمس كورة، حرمه إنه هو يلمس كورة. هذه أرقام في المباراة الماضية. يعني يا إنه يضايقه ما يخليه يستلم الكورة، يمكن تشتيت الكرة، افتكاك الكرة، مواجهة ناجي، هذه كلها مع نايف؟ كلها مع نايف، هذه كلها ترى مع نايف. بصراحة لفت انتباهي بطريقة عجيبة جدا. الكرات الأرضية، كرات بدون فاولها، في نقطة مهمة، هي هذه المهمة، إنه بدون فاول، بدون ما يعمل فاول. في بعض المدافعين لما يجي يقطع الكرة، كواك كثير من الأحيان يعمل فاول. كواك واحد ضد واحد، خصوصا مع رافينيا أخذوا مرتين. كواك في كرة اللي رافينيا رغم سوء نايف هزازي إلا أنه حط كرة بينية للاعب نايف الهزازي، انفرد. شوف، بالنسبة لي أنا هو أفضل مدافع في الدوري. لما يكون عندك قيمة كواك وديقاو، بعض الفرق يقول لك لا، لازم أحد الظهيرين يكون ثابت. عندهم القدرة يلعبون 2 على 2، ما عندهم مشكلة. وشاهدنا في حالات كثيرة للهلال من خلال دوري أبطالات، من خلال الدوري 2 على 2، نظرة يتقدمون متمكنين. النقطة الأساسية اللي فيهم متفوقين في لاعب على لاعب مع معظم المهاجمين. أتكلم ديقاو وكواك، العقل مع كواك، القوة والنشاط والاندفاع مع ديقاو، تركيبة ممتازة من الموسم الماضي بصراحة، والسرعة خالص. لذلك لا تستغرب الهلال الآن هو أفضل دفاع في الدوري، ترى 14 هدف، أفضل دفاع. المشاكل الهلال مو ورا. تفضل شوف، لا كمل خالد بس عشان مشاكل الهلال ليست في الخلف، مشاكل الهلال هي في عملية التسجيل. حاليا نيفز موجود يسجل، ناصر موجود يسجل، عبد العزيز يصنع لك الفارق. أصبح الهلال حاليا. طيب هذا يقودني لسؤال كابتن عبد الجواد، يعني شفنا بوبا يسجل في فريق الخليج، شفنا مدافعين زوكالا يسجل بالنسبة للاتحاد، ماذا عن ديقاو؟ ماذا عن شقه الهجومي بالنسبة ودعمه بالنسبة للهلال؟ برافو عبد العزيز. في 4 كورنرات يأخذها في مباراة الشباب مع وجود لاعبين طوال. 4 كورنرات على مستوى الآن، على المستوى الهجومي الآن، انه هو يكسبها ويسجل خطوره على المرمى. هذه واحده. اول حضوره مع الهلال كان يعني يسجل اهداف من ضربات ركنيه. شوف، متابعه ليست فقط لا وبعدين اللاعب ترى اول شيء خلينا نقول بكل امانه تحيه للكابتن سامي الجابر، لانه هو اللي اختار اللاعب، وهذا حق مشروع لسامي الجابر، لابد انه يذكره كل هلالي وكل مشجع لنادي الهلال، انه هو يذكر هذه الامور، لانه هو اللي اختار اللاعب وهو اللي جاب اللاعب. واحد انا بالنسبه لي هو افضل مدافع في الدوري. نعم. فانت تتحدث عن حتى تطور مستواه في الفتره. اديك مثال بسيط على السريع عبد العزيز، مباراه الفتح دوري السلمون ما استلم ولا كره. دوري السلمون في المباراه اللي بعدها هو كان نجم الشباب. اللاعب نايف هزازي صراحة ما عمل ولا أي حاجة في ظل هذه القيمة. البارح هزازي سجل هدفين، فأنت شفت القيمة اختلاف المباريات واختلاف المدافعين. لا المدافعين واللي يراقبوا.